السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فقرة اليوم من أخبار فريق الرجاء الرياضي. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد أخبار فريق الرجاء الرياضي. نبداو أخبار فريق الرجاء الرياضي لهذا اليوم بأول خبر. مكتب الزيات يتمسك بشكايته ضد باسين. يحل فريق الرجاء الرياضي ضيفا على اللجنة الأخلاقية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الثلاثاء القادم للاستماع إلى مرافعته بخصوص الشكاية التي تقدم بها ضد لاعب نهضة بركان بول فاليري باسين على خلفية احتفالاته المثيرة للجدل. وكان الرجاء قد طالب في شكايته بمعاقبة اللاعب معتبرا أن احتفاليته إساءة واضحة في حق الجماهير المغربية بصفة عامة وجماهير نسور الخضر بصفة خاصة وتتعارض مع مبادئ الروح الرياضية. وكانت لجنة التأديب قد أصدرت في وقت سابق قرارا بتوقيف باسين 5 مباريات قبل أن ينجح فريقه في استئناف الحكم لتخفيف العقوبة إلى 3 مباريات نافذة ومباراتين موقوفتي للتنفيذ. ويأتي حضور الرجاء لجلسة الاستماع لتقديم دفعات إضافية وتأكيد تمسكه بموقفه في قضية أثارت جدلا واسعا بين الجماهير الفريقين خلال الأسابيع الماضية. جماهير الرجاء تتحدى توقيت المباراة وتقبل بكثافة على التذاكير. أكدت جماهير الرجاء الرياضي مرة أخرى ارتباطها الكبير بفريقها من خلال الإقبال على اقتناء تذاكير المباراة التي ستجمع الرجاء الرياضي ضيفي نادي المكناسي اليوم الأحد برسم منافسة الجولة 26 من البطولة الوطنية. ورغم أن المباراة ستجرى في الساعة الثالثة بعد الزوال تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن ذلك لم يمنع أنصار الرجاء من الالتهافات على التذاكر في خطوة تعكس رغبتهم في تقديم الدعم والمساندة للاعبين خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. وشهدت عملية بيع التذاكر إقبالا لافتا حيث نفذت بشكل كامل تذاكر مدرج الكورفاسول المخصص للفاصل المساند للفريق الأخضر، إضافة إلى تذاكر الجهات زون 7، فيما لم يتبقى سوى نحو 100 تذكرة بالمنصة الشرفية رقم 3 المخصصة لجماهير الرجاء. ويعكس هذا الحضور الجماهيري المرتقب حجم التعلق الكبير للفريق الأخضر بقاعدته الجماهيرية التي تواصل الوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف أملا في تحقيق نتائج إيجابية أمام النادي المكناسي ومواصلة التقدم في ترتيب البطولة. إسماعيل مقدم أبرز غيابات عن صفوف الرجاء أمام الكوضيم. سيضطر الطاقم التقني لفريق الرجاء إلى خوض المباراة أمام الكوضيم اليوم دون خدمات لاعبي إسماعيل مقدم بعدما تم التأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة الوطنية. ويأتي غياب إسماعيل مقدم بسبب عقوبة الإيقاف الناتجة عن تراكم الإنذارات، حيث تلقى 4 بطاقات صفراء خلال الموسم الجاري، كانت الأولى والثانية في مباريات الذهاب أمام الدفاع الحسن الجديدي ومباراة نهضة بركان، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الرابعة خلال المباراة الأخيرة أمام نهضة الزمامة. ويشكل غياب إسماعيل مقدم ضربة للطاقم التقني للرجاء بالنظر إلى الدور الذي يؤديه في وسط الميدان الدفاعي، ما سيدفع المدرب التونسي إلى البحث عن بديل قادر على تعويضه في مواجهة النادي المكناسي التي يراهن عليها الفريق الأخضر لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد نقاط جديدة في سباق البطولة. الرجاء يتجه لإنهاء رحلة الضحاك وعدم تفعيل بنود الشراء. أكد مصدر مطلع أن المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي يتجه بشكل رسمي إلى عدم تفعيل بنود الشراء عقد اللاعب معاذ الضحاك والمعار من صفوف اتحاد تورقة خلال الانتقالات الصيفية الماضية. وجاء هذا القرار بعد عجز المهاجم الشاب عن تقديم مستوياته الفنية المرجوة منه طيلة الأشهر الماضية، والتي تشفع له بالاستمرار بقميص النسور وشراء عقده بصفة نهائية. وتكتشف لغة الأرقام عن حصيلة المتواضعة للجناح الرجاوي، حيث شارك الضحاك في 20 مباراة بمختلف مسابقات هذا الموسم دون أن ينجح في زيارة الشباك في أي مناسبة، مكتفيا بتقديم تمريرة حاسمة واحدة فقط. ويبدو أن القناعة التقنية للمدرب الجديد التونسي نصر الدين نابي تسير في نفس الاتجاه إلى استبعاد الضحاك من حساباته الأساسية، ولم يعتمد عليه في المباريات الأخيرة للفريق الأخضر أمام نهضة الزمامرة رغم تواجده في الدكة البدلاء. ومع اقتراب الموسم الكروي من نهايته بات في حكم مؤكد أن يعود معاذ الضحاك إلى فريقه الأصلي اتحاد تورقة، لتبدأ إدارة الرجاء في البحث عن خيارات هجومية جديدة قادرة على تقديم الإضافة في خط الأجنحة. إلياس المزوغي مدرب الحراس الرجاء الرياضي الجديد. رسميا تعاقد نادي الرجاء الرياضي مع الإطار التونسي إلياس المزوغي صاحب 51 سنة
ليتولى مهمة تدريب حراس مرمى الفريق الأول، مستندا إلى خبرة عريضة وتجارب محلية وقارية ودولية بارزة. ويشكل المزوغي مع المدير الفني نصر الدين نابي شراكة تدريبية ناجحة ومستمرة في عالم كرة القدم، حيث رافق في أبرز محطاته الأخيرة كقائد لتدريب حراس المرمى. إليكم أبرز المحطات والنجاحات التي جمعت هذا الثنائي. الآن في الرجاء الرياضي المحطة الحالية، حيث التحق الثنائي رسميا بالعارضة الفنية للنسور الخضر لتعزيز الجهاز الفني والمنافسة على الألقاب. كيزر شيفز الجنوب الإفريقي، عملا معا في تجربة قوية بالدوري الجنوب الإفريقي بقيادة النابي كمدرب رئيسي والمزوغي مشرفا على الحراس. يونغ أفريكانز التنزاني، شهد معا فترة ذهبية حقق خلالها إنجازات مميزة وتاريخية على الصعيدين المحلي والقاري، قبل الانتقال لخوض تحديات جديدة. للتوضيح، سنة 2023-2024 لم يرافق النابي عندما درب العساكر، وإنما كان يدرب مع المنتخب الموريتاني. إلياس المزوغي إضافة قوية لحراس مرمى الرجاء بالاعتماد على خبرة إفريقية مجربة. جرين بويز يضيئون سماء الدار البيضاء احتفالا بمرور 21 سنة على تأسيسهم. احتفل فصيل الجرين بويز المساند لنادي الرجاء الرياضي مساء يوم أمس بالذكرى 21 على تأسيسه وسط أجواء احتفالية مميزة شهدتها مدينة الدار البيضاء. وخلدت جماهير المجموعة الرجاوية هذه المناسبة بإشعال مئات الشهوب الاصطناعية فوق أسطح المنازل المدينة، لتتحول أرجاؤها إلى لوحات فنية أضاءت سماء العاصمة الاقتصادية، تعبيرا عن وفائهم ودعمهم المتواصل للفريق الأخضر. وجسدت هذه المبادرة الاحتفالية شغف جماهير الرجاء وتمسكها بروح الانتماء، كما أظهرت مدى تعلق الجرين بويز مؤكدين استمرارهم في مساندة النسور لعقود قادمة.